اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا نور في قلبي. سعيده ان يكون معايا النهارده فضيله الدكتور احمد المنزلاوي من علماء وزاره الاوقاف. اهلا معانا يا دكتور. اهلا بحضرتك، نورتنا ومشرفنا. الساده المشاهدين، احنا النهارده هنتحدث عن يوم عاشوراء. يمكن في ناس كثيره بتتحدث عن عاشوراء وبيختلفوا فيه كتير. البعض يقول نصوم او ما نصومش، لا ده هو سنه، ده مش صح. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال احنا اولى بعاشوراء وان احنا نصوم عاشوراء. فعايزين نعرف من حضرتك بس يعني ايه عاشوراء، وهل صح ان انا اصوم فيه ولا لا؟ نعم. اتفضل. الحمد لله، نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. أيام مباركات وأشهر حرم. هذه الأيام المباركة التي نحيا فيها هذا اليوم المبارك الطيب. حضرتك يا أستاذ نفين، بعض الناس يقول لك هو اليوم ممكن يكون له درجة عند ربنا أو له فضيلة وله ميزة؟ أقول له نعم. قال الله تعالى في سورة سيدنا إبراهيم على لسان سيدنا موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. الله أكبر. يعني في أيام لله سبحانه وتعالى بيختصها بتبقى مميزة. الله أكبر. يتفضل على عباده فيها برحماته وتجلياته. قال لي أيوة، تعالى كده شوف هذا اليوم. بعض الناس يقول لك هو اشمعنى يوم عاشوراء يعني؟ يوم عاشوراء يا أفاضل يا سادة، هذا اليوم قيل هو اليوم الذي تاب الله فيه على سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم سيدنا آدم. اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا نوح عليه السلام ومن معه. هذا اليوم المبارك طوفان الله أكبر، حاجة عظيمة. روح كمان شوية كده وشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام. اليوم اللي نجاه فيه من النمروذ ابن كنعان. طبعا. بعد شوية تشوف كذلك سيدنا موسى عليه السلام حينما نجاه من فرعون ومن معه. هل يا دكتور فعلا حمل سيدنا موسى جسد سيدنا يوسف في يوم عاشوراء؟ في هذه اللحظات حديث طويل معانا، وأنا بنصح السادة المشاهدين أن يقرؤوه ويعرفوا ما فيه. حديث يرويه الإمام ابن حبان في صحيحه، وحديث صحيح مهم جدا. طب نعرفه من حضرتك. ايه هو الحديث ده حضرتك؟ قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه أعرابي، فالأعرابي بيطلب من سيدنا النبي عطاء، بيقول له أعطني راحلة. فسيدنا النبي قال للصحابة أعطوه، فطلب الزيادة. حضرتك لما الإنسان يطلب دابة يحتاج الرحل بتاعها، يعني بعد ما بياخد الدابة التي يركبها عايز اللي هو يجهزها كمان من المطعم والمشرب وكذلك. طيب، فسيدنا النبي قال أعطوه. طبعا. ثم طلب كريم كل العطاء عطاء دنيوي. طبعا. فسيدنا النبي بص له كده وقال له عجبا لك، انت عمال تطلب مني دابة ورحلها وطعام وشراب وكذا، اطلب حاجة تنفعك في الآخرة. عشان كده نقول للسادة المشاهدين دايما ما تنسوش حظكم من الآخرة. ادعوا لنا. الله أكبر. إن كنت دايما عينك على الدنيا، لكن كذلك خلي عينك على الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الله أكبر. جميل جميل جميل. فشوف حضرتك بيقول له إيه؟ عجبا لك إن عجوز بني إسرائيل كانت أفضل منك. أفضل منه ليه؟ قال لي والله لما تيجي تشوف عجوز بني إسرائيل، سيدنا موسى عليه السلام لما جه يمر ويعدي في البحر حصل عنده عملية إيه؟ ثبوت وركود، يقول له ارجع. فالقضية إيه اللي بيحصل يا رب؟ فسيدنا موسى جأر إلى ربه: يا رب ما هذا الذي يحدث؟ قال يا موسى هنا نبي الله عايز أشيل سيدنا يوسف معايا، ما ينفعش أمر كده. فقال له اسأل من معك. فتقوم سيدنا موسى عليه السلام يسأل من معه من أحبابه، فالعجوز تقول له أنا أعلم بمكان يوسف عليه السلام. طب دليني على المكان. قالت له لا مش هتاخدها، نجيني معاك. الله أكبر. مش هتاخدها كده ببلاش، يعني لازم تدفع الثمن. قال لها إيه الثمن؟ قالت له أكون معك في درجتك في الجنة. مش دي من يهود الله أكبر. ده في لا، وبعدين ده عينها على الآخرة مش عينها على الدنيا. طبعا. مش طلب دنيوي.
دنيوي، مش زي الاعراب اللي طلب. هي تعلم ان في الجنه وفي الاخره يعني، بس بنقول بيحاوروا يعني. جميل. فتقوم ايه تقول له لا انا عايزه اكون معاك في درجتك في الجنه. الله. فيقوم يقول لها دي مش بتاعتي انا. فرب العزة يقول له يا موسى لها ذلك، انت يعني انا المعطي سبحانه وتعالى. فقال دليني على مكان نبي الله يوسف عليه السلام. تقول له تعالى في هنا بحيرة فيها نبي الله يوسف عليه السلام. الرواية بتقول ايه ايها المشاهدون؟ بتقول ان هي قالت انضحوا لنا الماء، فنضحوا الماء فوصل سيدنا موسى إلى جسد سيدنا يوسف عليه السلام. الرواية بتقول عظمه الشريف. هل هو المقصود العظم؟ قال لي لا، ده هنا كلمة العظام تدل على الجسد الهيكل، لأن الأنبياء أحياء. والرواية يرويها الإمام أحمد في مسنده الأنبياء أحياء في قبورهم قائمون يصلون. فهنا سيدنا يوسف عليه السلام حمل على جسد سيدنا. نعم كناية. لا، وفيه روايات أخرى بتدل على أن العظام يقصد بها الجسد كله. لما سيدنا النبي يصنع له المنبر فقال، وهو في الرواية صحيحة، لما حمل على المنبر فقال قدرت أو قدرت عظامي على حمل هذا المنبر، أو قدر المنبر على حمل هذه العظام. وسيدنا النبي عظام؟ لا حاشا، وإنما هو جسد مبارك. وهنا الرواية عملية زي ما بنقول توافق بين الروايات الصحيحة. طيب هنا بنقول للسادة المشاهدين إن هذا اليوم يوم عظيم مبارك. هذا اليوم فيه ثواب كبير لهذه الأمة المحمدية. ربنا سبحان الله يعني نجى سيدنا موسى. الناس عايزة إيه أكتر من كده؟ دكتور أحمد، شهر محرم في عاشوراء طبعا، ده يوم مبارك ويوم جميل، بس في ناس بتختلط يقولوا هل نصوم يوم 9 و10 ولا هو يوم واحد كفاية؟ الصح إيه؟ جميل. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي ان شهر الله المحرم من الاشهر الحرم الاربعه. ان عندي طبعا ذو القعده وذو الحجه وشهر الله المحرم طبعا. دول سيدنا النبي قال 3 متواليات. وشهر رجب بين جمادى. طيب جمادى الأول وجمادى الآخرة بعدها مباشرة شهر رجب طبعا. بعد جمادى رجب. طيب ليه ما حدش سأل نفسه ليه ال3 دول مع بعض متوالية؟ أيوه. قال لي لما تيجي تشوف إن شهر ذي الحجة قبل منه ذو القعدة وبعد منه شهر محرم. يبقى إذن رب العزة بيقول أمنوا رحلة الحج. كان حتة قضية الحرب يعني قضية الحرب ابعدوا عن اللي رايح يحج، سيبوه يكون في أمان، في أمان وطمأنينة. جميل طبعا. طيب كذلك شهر رجب بيأمنه عشان رحلة العمرة. فرجب الأصم أو الأصب يعني عشان العبادات تكون في خير، يعني الله في سكينة وفي لطف وفيه رحمة أيوة. وفي أمان. فحضرتك النهاردة لما نيجي نشوف شهر الله المحرم هو الشهر اللي بيلي ذي الحجة عشان اللي راجع والقادم إلى بلاده من رحلة الحج يكون في أمان، في أمان وعقله هادي وما يبقاش متوتر. مثلا أنا هخرج ألاقي حرب، هخرج ألاقي غزوة، فسبحان الله يعني فعلا ربنا أكرم اللفتة اللي ربنا أكرمنا الحجاج والمعتمرين بالظبط. طيب أنت راجع من الحج بيقول لك شهر الله المحرم أي يوم فيه صيامه يعدل صيام شهر ما عدا يوم عاشوراء. طيب هو يوم عاشوراء هذا هو يوم 9 ولا يوم 10؟ لأن سيدنا عبد الله بن عباس لما نروح للإمام الزرقاني وهو بيشرح في موطأ الإمام مالك يقول لي خد بالك ده يوم عاشوراء المقصود بيوم 9، إلا أن جمهور العلماء قالوا لي لا ده هو يوم عاشوراء فعلا يوم 10 محرم. فعلا ناس كتير يا دكتور بتختلف فعشان ناخد بالنا. ايوه جميل. طيب لما تيجي بعد شويه حضرتك بتسالني بتقولي ايه؟ أيوة. هو انا صوم 9 و10 أيوة. ولا 10 و11؟ قال لي لا انت عايز تاخد الثواب كامل صوم ال3 ايام
9 و10 و11 مفيش فيها ادنى مشكله. يبقى كده كاني انا كسبت الشهر كله. جميل، بركه وخير يعني. جميل. طيب انا مش قادر، واحد يقول لك والله انا عايز اصوم واخد الثواب اللي انت قاعد بتتكلم وعامل لي حلقه طبعا كامله واثنين عن عاشوراء. اقول لك عليك بيوم العاشر من شهر الله المحرم. هو في احاديث صحيحه بتقول لي صومه؟ قال لي ايوه، سيدنا النبي كان يصوم عاشوراء، وحينما دخل المدينه المنوره وجد اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، فبيسالهم انتوا بتصوموا النهارده ليه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون ومن معه، فقال احنا اولى بيه، فقال نحن احق واولى بموسى منكم طبعا. بس كده؟ قال لي لا، ده الامام الالوسي له حديث يذكره، حديث صحيح برضه. قال لي ساعه ما لقاهم بيصوموا دخل المدينه المنوره، فالنهار طلع، ينفع حد يصوم وهو مش مبيت النية؟ مش مبيت النية فنصوم من الفجر يعني. أيوة. قال لي لا، ده ينفع بس لو أنت ما أكلتش خالص. ما أكلتش حاجة. طب ينفع حد يصوم وهو كال بعد الصبح ما طلع؟ ده الفجر أذن والناس صلت وسيدنا النبي يقول لهم ألا من أكل فليتم صومه. يا سلام، ده كلهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة الخير، ده هم أكلوا وشربوا. قال لهم لا، ألا من أكل فليتم صومه. طيب واللي ما كلش برضه يتم صومه. دكتور احمد، هل احنا نقدر نقول يعني، عشان نطلع فاصل بس عايز اسال حضرتك سؤال قبل ما نطلع فاصل، هل ده عشان الواحد لما يعمل خير او يبقى في نيته حاجه كويسه ما يقعدش يقول ايه لا بلاش كذا اعملها كذا، ابدا في الخير؟ يعني انت عايز تصوم يلا النيه صح كده؟ صحيح. هل ده يعني ان انا ابدا بالخير في كل حاجه ويبقى عندي بشرى جميله؟ احنا عايزين نعرف الرد ده لما نطلع فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا من برنامجنا نور في قلبي مع فضيله الدكتور احمد المنزلاوي. آمنت بيك اللي خلقت الكون وكرمت البشر، آمنت بيك وبقدرتك بيسبح الطير عالشجر، آمنت بيك اللي خلقت الكون وكرمت البشر، آمنت بيك وبقدرتك بيسبح الطير عالشجر. يا ربي يا عالم بحالي وبسؤالي وشكوتي بيك، نور لي قلبي ودلني خايف أتوه عن سكتي. سؤالي وشكوتي نور لي قلبي ودلني خايف أتوه عن سكتي. آمنت بيك اللي خلقت الكون وكرمت البشر، آمنت بيك وبقدرتك بيسبح الطير عالشجر، آمنت بيك. ورجعنا مرة تانية وبرنامجنا نور في قلبي مع فضيلة الدكتور أحمد المنزلاوي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور أحمد، زي ما اتفقنا قبل الفاصل، هل فعلا الواحد لما يبقى فيه خير وعايز يعمله ما يقعدش يدق على حاجات اللي هي تعطله البركة والخير الواحد يعجل بيه؟ طبعا تعجيل الخير دايما مطالب به الإنسان المسلم، لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحرض الأمة ويحثهم على فعل الطاعات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبعدين الإنسان لما يكون مثلا نوى الصيام يعني يكون عنده عزيمة،
مش قضية الكسل ان هو يتكاسل ويتوانى. ربنا بيقول ولا تبطلوا اعمالكم في سورة القتال او سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الانسان حتى لو انت داخل المسجد وبعدين لسه في فترة زمنية قصيرة وقادر تجيب ركعتين السنة مثلا وليكن سنة العشاء القبلية او سنة الفجر، ما تجيش وتقول والله ايه ده انا خلاص المقيم الصلاة هيقيم. لا، انت طالما شرعت في اداء الركعتين صلي، وربنا بيسر. الإمام الشافعي يستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. حتى وإن كان معك مساحة قليلة خفف في الركعتين وأدركهم، أدرك الركعتين، لأن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا سلام. فالأعمال الله أكبر، الحياة والدنيا والوشوش وكل حاجة. بعض الناس يقول لك والله أنا إن شاء الله سأنفق ال1000 جنيه اللي معايا أو معايا مبلغ أو كذا، وبعد فترة يقول لك والله أنا عشان خاطر الأولاد محتاجين، والمثل بتاعنا الدارج يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. هي مش قضية يحرم على المسجد، هي كل الناس حافظاها يا دكتور. طبعا هي قضية ان الانسان شح النفس ده امر صعب. مش اي حد هينتصر على نفسه. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فقضية الاعمال الصالحات سواء من صيام او صدقة او عمرة او غير ذلك، على سلعة الله غالية. يعني الواحد لازم يجتهد ويسعى، ما مش هتيجي بسهولة الجنة ونعيمة والبركة في الولاد والبيوت والرزق ده مش هيجي بسهوله. يعني قصدي لازم الانسان يجتهد يعني. ده صحيح فعلا. دكتور احمد، لو تحدثنا عن هل في ادعيه معينه ليوم عاشوراء؟ يعني ليها طقوس معينه حضرتك حدثنا عنها كده؟ هو قضيه الدعاء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العباده. الله. الدعاء مخ العباده. الانسان لما يتضرع الى الله بقلبه ويتذلل إليه. إحنا النهاردة حضرتك يا أستاذ نفين محتاجين زي ما بيقولوا حرفيا، محتاجين إن القلوب تجأر إلى الله. بعض الناس بيدعو والقلب لاهن، يعني حافظ دعاء بيردده وخلاص، مش حاسس، يعني مش حاسس. ما فيش قضية الانخراط في العبادة والاندماج الكينوني في القلب. ومعلش يا دكتور أحمد، ما في بعض الناس بتدعي وممكن تقول من قلبها وكل حاجة، لكن ما بتعملش الأسباب اللي يقبل بيها الدعاء. يعني ما بتسعاش، يعني ما ينفعش ان انت تبقى عامل اللي ما تعملش رايح تدعي. طب انت اقل حاجه يقول لك انا ما غضبتش ربنا، بس انت اذيت الناس، انت غضبت، جرحت الناس، اخذت حق مش حقك، ظلمت، يعني كل دي حاجات بتبطل الدعاء. طبعا ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا سعد اطب مطعمك طبعا تكن مستجاب الدعوه. طبعا. فدي أول حاجة، إن المطعم يكون طيب. وبر الوالدين. قضية الظلم لما تلاقي الأخ بياخد حق أخته أو حق أخوه، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. اللي فاتح الدرج وعمال يقول لك حط في الدرج عشان اديلك واقضي لك مصلحتك، ما بيخلصش الشغل، حرام. يعني انت بتعذب الناس. يعني حتى حضرتك وقفه واحد كبير قدامك عشان تخلصه وتسعى انه يخلص لك شغلك، وهو جاي ممكن يكون راكب مواصلات تعبان، حر برد، صايم، مش قادر يقف، خلصه يعني. ان بعض الناس يعني النهارده خدوا الدين، من سهل عليه يعني. صحيح، خدوا الدين للاسف زي عمليه ستاره او مظاهر. الدين مخبأ، يعني المخابئ بتاع البني آدمين. القلوب لما تكون صافية وصادقة مع الله سبحانه وتعالى هتلاقي رب العزة يستجيب. لما الحجاج بن يوسف الثقفي دخل أرض العراق فوجد أحدهم، يعني أعزكم الله، فقد بصره، وبعدين ليل نهار بيدعي يا رب رد علي بصري. قال له ما انت لو ما تعرفش ده لو بصره. بالك قد ايه بتدعي؟ قال له بالي 20 سنة. الكلام ده يذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. فبيقول له 20 سنة ولم يقبل منك، إنك قلبك ساهن. لو جئت إليك في الغد ولم يعد إليك بصرك لأقطعن رقبتك. هنا القضية قضية مش بنستغل منها الكلام لا، لكن بنقول خلي قلبك مع الله سبحانه وتعالى. لأن سيدنا النبي قال وأنت في السجود
قمن أن يستجاب لكم، رواية صحيح مسلم، حري أن يستجاب لأحدكم وهو بين يدي الله. فأنت في هذه الأيام المباركات ارفع أكف الضراعب من قلبك أولا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنا عند حسن ظن عبدي بي، لازم تبقى عارف ومتأكد وعندك يقين إن ربنا هيرضينا وهيكرمنا إن شاء الله. سيدنا عمر يقول أنا لا أخشى ألا يستجاب ولكن أخشى ألا أدعو. هو بيرجو من الله أن يدعو. إذا ألهم العبد الدعاء فقد تيقن الاستجابة. الله. أهم حاجة التضرع واللجوء. احنا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا الشيق مع فضيلة الدكتور أحمد المنزلاوي ونرجع لحضراتكم على طول. اشتقت إليك يا رسول الله وشفت مقامك كل الأوطان. أنا زاد الجوع ومرادي حرمان وفي حب الله على طول عطشان. اشتقت رسول الله وشفت مقامك كل الأوطان. أنا زاد الجوع ومرادي حرمان وفي حب الله على طول عطشان. ورجعنا مرة تانية مع فضيلة الدكتور أحمد المنزلاوي. أهلا بحضرتك معنا. يا أهلا وسهلا. دكتور أحمد، ليه بعض الناس ما بتبقاش عارفة قيمة إنها تتصالح مع جيرانها، مع والديها، مع إخواتها، مع زمايلها في الشغل، عشان نقول لعل إن شاء الله ربنا يتقبل منا الدعاء. إحنا بنعمل اللي علينا عشان ربنا يتقبل، بنسمع الكلام. يعني عايزين نقول لحضرتك كلمة لطيفة للقلوب المتحجرة. القلوب المتحجرة أو القلوب القاسية نقول لها في هذه الأيام وعموما على مدار الأعوام الطيبات، إلا أن هذه الأيام زي ما قلنا لها ثواب عظيم ولها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. لما رب العزة في سورة التوبة يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنا بتعجب كل العجب لما الزوج يقال له زوجتك تريد العودة إلى المنزل، لما يتكبر وعلى ما تتغطرس؟ الزوجة حينما يقال لها عودي إلى بيتك وأولادك وعودي إلى رشدك، طبعا. لماذا نكثر ونجعل الفجوة زائدة؟ ليه يا أمة رسول الله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان إذا أتته الجارية وأخذت بيده مشى معها في المدينة؟ ده سيدنا النبي القائد الأعظم لنا صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو غلط إن هو كمان يا دكتور يعني ما بيحطوش في بالهم إن أنت كده بتذل نفس مثلا واحدة ممكن ظروفها هي مش لاقية تصرف على نفسها تيجي تقعد مع أولادها، أخذت إن هي خلاص زوجة وليها بيت. فعلا يعني حضرتك كلمة لطيفة من حضرتك قلوبهم. يعني حضرتك احنا بنقول يا جماعة الخير يعني محتاجين قوله تعالى أذلة على المؤمنين أشداء على أعزة على الكافرين. ليه احنا كمؤمنين أو مسلمين طبعا بنذل في بعض؟ ليه ما بنبقاش كده الاستقواء بالله سبحانه وتعالى والترابط والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى؟ ليه دايما بنبص على بعض وقضية الفجوة بتزيد بينا؟ ليه؟ عايزين يبقى فيه ترابط وفيه تراحم، حتى التناغم الأسري. وقضية يعني النهاردة مثلا عندنا حتى في المساجد نقول لهم قضية التخفيف في المهور، وقضية القايمة اللي بنشوفها النهاردة والمحاكم بتضج.
انت متخيل ان القاضي هو عمال يحكم وبيفرق بين زوج وزوجه ان هو حابب ان هو يفرق بين الزوج والزوجه؟ لا مستحيل طبعا. انما هو انت اللي بتقول له خلاص انا تعبت او هي تعبت. لكن قضيه التقارب على اتفه الظروف والاسباب النهارده حضرتك البيوت بيحصل فيها تفكك اسري. وبعدين يا دكتور كمان احنا بنناشد اولياء الامور ان انت كده بتسبب في اذى لابنك او بنتك. هتخش تلاقيه متضايق، نفسيته تعبانه، مش مبسوط، متعصب، لان انت ما يسرتش الامور، يعني ما يسرتلوش الامور. صحيح. يعني انت المفروض تيسر عشان ربنا ييسر لك. زي ما بنقول المركب تمشي. انما النهارده اروح اصالح كامام مسجد رايح يدخل بيت يقول للوالد يا ايها الوالد خفف على ولدك، رجع الزوجه لابنك. طبعا. يقول لك لا بعد ما يمر شهر. التعنت والتشدد. طب انت ليه الكبر ده وليه الغل اللي في القلب؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. خلي الرحمه تنزل يا جماعه الخير في هذه الايام. ما تكونش فظ غليظ القلب، يعني حرام، يعني دي بتبقى الست عايزه. هذه الايام نحتاج الى يعني التلاؤم والتراحم والتقارب. محمد رسول الله. شوف الايه في سوره الفتح: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فين الرحمة يا جماعة الخير؟ يعني تخيل نفسك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو سيدنا النبي بيقول لك رجع زوجتك، لو سيدنا النبي بيقول لك ارجعي لزوجك، طب ما هو رب العزة اللي بيأمرك بكده. طبعا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أن نحتاج إلى الصلح ونحتاج إلى الرجوع إلى الله. واللين يا دكتور، اللين. نعم. يعني الحنية واللين وإن احنا نسمع كمان شيوخ أفاضل زي حضرتك بيذكرونا وبيفكرونا بديننا الحنيف الجميل. أنا أخيرا طبعا احنا نختم، بس عايزين نقول لحضرتك، هل سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يوم عاشوراء كانوا بيحتفلوا في بيته زي ما احنا بنحتفل في عاشوراء كده السنه الحلوه دي؟ نعم. القضيه هي ادخال السرور على قلوب العائله. الله. حضرتك تبقى قاعد في البيت، الوالد او الاب بالذات في اول العام الهجري دايما الأحاديث وإن كان فيها ضعف: من وسع على عياله وسع الله عليه طوال طبعًا العام. طبعًا. دي من ضمن الأحاديث وإن كان فيها ضعف زي ما قلنا، إلا أن الإمام النووي كما في أول شرح صحيح مسلم قال إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال: وسعوا على أولادكم لأنها حاجة حلوة، فرحوهم، ادخلوا السرور على قلوبهم، وعلى جيرانكم كمان. طبعا. وعلى فكرة مش لازم على نفس الملة برضه، لأن قضية الرحمة والتواد سيدنا النبي كان يعني جاره. الحديث كل الناس حافظه الاحاديث، لكن العمل والتطبيق الفعلي نحتاجه اليوم في عصرنا هذا. ان شاء الله دكتور ربنا يقدرنا ونعمل بالاحاديث كل عام وانتم بخير بالقرآن الكريم ان شاء الله. حضرتك شرفتنا ونورتنا فضيله الدكتور احمد المنزلاوي من علماء وزاره الاوقاف. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجنا نور في قلبي. انتظروني في حلقات جديده والى ان نلتقي. لكم مني ارق الامنيه.